أنا لم أرى المغرب قبل. أنا كنت أظنكم دولة مثل الأردن، مثل أي دولة من هؤلاء الصغار المكسرات ما لا وجدت لقيت مملكة. لقيت مملكة، قلت أنا فيما يخص الشأن الداخلي، فيما يخص التنمية، فيما يخص البنية التحتية، فيما يخص هذا البلد الذي أدهشني وأذهلني منذ أن وضعت. أنا اليمني أضرب تعظيم سلام للملك محمد السادس. طبعا أضرب له تعظيم سلام. دولة وين اللي يجي لك تبوني يقول لك وين اي مغرب، انت المغرب طارت خلاص انت. حسب ما انا كنت اتمنى ان انتم تسمحوا لي اجي اصوركم يا تبوني، لكن انا بحسب ما لديكم وما ما لدي من معلومات عن البنيه التحتيه في الجزائر، المغرب طارت. وين تلاحق انت؟ ما تلاحق. وين تلاحق؟ من اين لك مدينه مثل طنجه، مثل كابو نيغرو، مثل تطوان، مثل الشمال الذي هو قطعه من اوروبا بنفس عربي بديع؟ أين لك من تلك البنية التحتية، من الطرقات، من المباني، من المؤسسات، من شيء مذهل. فبالتالي الملك جلالة الملك محمد السادس فيما يخص الشأن الداخلي، أنا بصراحة يعني إن كنت يوما تكلمت على أنكم فقراء يا مغاربة، أو أن دولتكم مكسرة، أو أن دولتكم كذا هامشية، هنا يجب أن أعتذر. إن قلت، أنا لا أذكر أنني قلت أنني لم أكن أعلم شيئا عن المغرب البتة. تمام. لم أكن أعرف شيء عن المغرب نهائيا. لما دخلت والله وجدت مملكة محترمة، بنية تحتية، مباني، طرقات. وأبرز شيء لفت نظري، أول شيء النظافة. يا الله، نظافة المدن هذه شيء المغربي لا يهينه إلا لئيم، لأنه ما يستحق. نظيف، شريف، عفيف، كريم، طيب، ودود، صافي، نظيف. الإنسان المغربي نظيف. تعرفوا عندما تحدثنا عن نظافة المدن، وكنت في القناة الأولى تقريبا في مدينة العيون، ما أدري أي قناة فضائية مغربية، فقالت لي ما هو أبرز الأشياء التي لفتت نظرك؟ قلت لها النظافة في المدن. ثم أضفت لكن هناك شيء أبهرتني نظافته أكثر، وهو نظافة قلوب المغاربة. الله، رأيت المذيع يقول، المذيع اللي ماسك لي الميكروفون ارتاح للتعبير. الله سبحانه وتعالى كذا أعطاني ما أدري، ولو أنه والله يعجز لساننا، ربما لا نعطيهم حقهم المغاربة. لكن فعلا أول شيء يبرز لك، يعني أنت وأنت تعيش السياحة البشرية. لأنه أنا عندما دخلت قلت لهم أنا سياحتي بشرية، قبل الفاس وقبل التاريخ وقبل الموحدين وقبل المرابطين وقبل يوسف بن تشفين وقبل الآثار وقبل الطبيعة وقبل تطوان وقبل كابو نيغرو قبل كل شيء. أنا سياحتي هي بشرية للإنسان المغربي. أريد أن أقترب منه، أريد أن أرى البشر هذا، أريد أن أرى نوعية هؤلاء الناس. فعلا عندما تقترب منهم تشعر بنظافة، نظافة عجيبة.